تضيف عزل غريب في فوتوجاتك بكل سهولة وبساطة، وتخلي أي شيء تصوره بارز بعد الانترو. قبل ما أبدأ، إذا ودك تتعلم التلوين وتلون نفسي، كل اللي عليك إنك تتواصل معي على الواتساب، وبعد الدورة راح تلون مثلي بالضبط في حال إنك طبقت كل الخطوات اللي أشرحها بالحرف. والدورة فردية عن طريق زوم، مثل ما تشوف شرحي بسيط وسهل، فتأكد بالدورة بنتعمق أكثر بنفس السهولة، ونتائجك راح تصير سينماتيك. للحجز رابط الواتساب في الكابشن. زين يا شباب، بعد ما نحن دخلنا دافنشي تمام، كل اللي عليك انك انت تسوي تو نودز. اول واحد بيكون حق الماجيك ماسك V2 او فيرجن 2، ونود حق الادجستمنت اللي انت بتسويه، وتوصل المربع الالفا شانل. يعني ما اريد اعقد الامور، ابغى اسهل قد ما انا اقدر. تشبك الازرق المربع مع الازرق المثلث عشان اي شيء انت تسويه هني يتطبق هني. انا هني مثلا بحط يعني اعدادات الماجيك ماسك اللي انا ابغاها، الاعدادات هذه تروح هني يكون عندها معلومات. هني نحن نطبق الاداة، وهني نحن نسوي الادجستمنت. هني ونطبق الشيء اللي نحن نبغاه عن طريق البلس، ونضغط على المنتج او الشخص او السيارة او اداة، اي منتج انت تحبه او تبغى تبرزه او تبغى يكون واضح والباقي بلر، تحط عليه الدوائر الزرقاء تمام. وبعدين تفعل المربعين، بتشوف التحديد بالضبط. وطبعا تكمل التحديد عن طريق انك تحط دوائر زرقاء بالكامل بهالطريقة. الحين بتقول يمكن حمد ها هذا شو نظامه؟ ماينس، تضغط عليه وامورك طيبة. في اغلب الاحيان يا شباب اي حد يعلمك كيف انت تسوي ماجيك ماسك تمام، يقول اضغط على بتر وبيخلي السلكشن ناعم. بالنسبة لي أنا كحمد، كل ما أنا أسوي بتر صح إنه يعلق الجهاز، لكن يضيف لي غلط بعد، يعني غلط ثاني. أباك تركز في هالمنطقة هذه. أول ما أنا أضغط على تراكنج بتشوف إن الأحمر أو الماسكينج جالس يرجع. شوف أنا سويته عشان أنا أراويك الخطأ هذا اللي أنا أشوفه دائما، عشان شيء أنا ما أحب إني أسويه بتر. أضغط على ستوب عشان ما أبغى هذا الشيء، وأروح في البداية مرة ثانية وأخليه فاستر تمام. بعد ما أخليه فاستر أتأكد 100% أني أنا مختار كل شيء بالطريقة الصحيحة. أتأكد 100% أني اخترت كل اللي أنا أبغاه. شو أسوي؟ أزيد على بلر راديوس. بهالطريقة أنا ناعمت الحدود. ومن بعدها أسوي يا تراك اللي هو فورورد أو تراك فورورد أند باكورد. بسوي فورورد لأني أنا في البداية تمام. ومثل ما تشوف اموري طيبه، والاحمرار هذا او اللون الاحمر اللي هني ما بيرجع يصير مره ثانيه. وهذا الشيء ما اعرف ليش الناس ما يذكرونه في دروسهم، لكن انا دائما حريص ان اي شخص اعطيه معلومه 100% انا استخدمها وصحيحه مليار بالميه تمام. فبسوي سكيب لهالخطوه عشان انت تشوف النتيجه النهائيه. مثل ما تشوف هني خلص التراكينج، وما بتحصل اي خطا على التراكينج. شوف مثل ما أنا حطيت النقاط، يعني حطيت السالب وأبدا ما يظهر لي حتى 0.0001%. لأن هالطريقة أنا أشوفها المثلى بالنسبة لي. البتر يخرب لي دائما. تخليه فاستر وتزيد البلر راديوس على حسب كم يناسبك أنت. شوف تبغى 100%، تبغى 0.1، تبغى 50، اللي يناسبك. ومثل ما تشوف إنه الاختيار عندي بيرفكت. أسكر الماسك، ومن بعدها أغذي الماجيك ماسك للادجستمنت نود. وانا غذيته خلاص، يعني بدال ما هو مفصول شبكتهم الازرق المربع على الازرق المثلث تمام. وبعدين اي اتاكد هني في الكي تمام، اتاكد ان الابيض حول المنتج مش على المنتج اللي انا حددته بالماجيك ماسك. شو اسوي؟ اضغط على الفليب، مثل ما تشوف ان الابيض راح حول المنتج. هني عاد ابدا اللي انا يعني ابغى اسويه.
انا بحط راديال بلر. شوف البلر كيف، 1 2 3. شوف كيف عطاني جمالية في البلر. شوف كيف التركيز يكون على المنتج نفسه او الثلج ها مثلا. شوف، وما يتقطع، ما يكون في غلط او خراب او شيء. ليش؟ التحديد مالي يوم انا سويت الماجيك ماسك بيرفكت تمام. وطبعا ابى اضيف شيء ثاني عشان اخلي فيه سيبريشن بين المنتج والباك جراوند، الشخص، السيارة، البرجر، الكوفي، المجوهرات، اي شيء انا جالس اشتغل عليه ابى اخلي فيه سيبريشن. بعد ما سويت البلر اروح الكلر ويلز تمام، اروح الاوفست او انزل الاوفست واشوف كيف السيبريشن يكون اكثر، كاني جالس انقص الاضاءه في الباك جراوند. والحين لو تلاحظ، خلني افصل القطعه هذه او افصل النجمه هذه اللي في النص. شوف كيف الحين براوي قبل وبعد. قبل ما نطبق البلر مع نقص الاوفست او نزلنا الاكسبوجر، بعد قبل بعد قبل بعد، تشغل الفوتج امورك طيبه، ما في اي شعور ان هذا الشيء انت ركبته في البوست، كانه طبيعي، كانه من الكاميرا نفسه تمام. شوف قبل وبعد كامل. قبل يا سلام اللوج، بعد قبل بعد قبل بعد وبس. مثل ما شفت الموضوع جدا بسيط. اذا ما تتابعني في الانستغرام اكتب بالعربي حمد احمد واطلع لك اول واحد. لايك كومنت سبسكرايب واشوفكم في الفيديو الجاي.